بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده يا رب. يا رب اجعله كده رمضان سعيد عليكم وعلينا وعلى امه الاسلام اجمعين. طبعا قمنا من النوم بقى عايزين ناكل محشي، قلنا نعمل فطار ايه النهارده. طلعنا بطايه كده من الفريزر وقلنا نعمل شويه محشي وصينيه جلاش. دي كانت حته لحمه عندي كده من امبارح، كنت هشام من اللحمه بتاعت امبارح، وخدت القنصه بتاعت البطايه فرمتهم سوا، وايه قلنا نعمل بهم صينيه الجلاش. وعملنا شوية محشي كرنب كده وحوالي نص كيلو كوسة في دقيقة صغيرة كده. والله يا جماعة نصيحة مني، ما حد يكتر أكل، لأن لا حد بياكل ولا بيشرب. والله ما بناكل ولا بنشرب على الفطار، يعني نجرح صيامنا بشوية العصير وحاجة، يعني اعتبر احنا فطرنا جلاش النهاردة، ولا كلنا محشي ولا كلنا بط ولا أي حاجة خالص، غير هم كل واحد خد له حتتين جلاش كده غير رقع عليهم وخلاص على كده. والأكل جوه بحاله، هو يسمح حسكوا جوه اهو. هنا طبعا ولعت على البطية زي ما انتوا شايفين كده، ودي حتة اللحمة بنعصجها. ده طماطم كانت في الكنكة مش لقيت حاجة احط فيها الطماطم، رحت حطها في الكنكة. خدتها للمحشي وخدت شوية على اللحمة، وقلنا خلاص كده بقى ايه، على ما اشوف العلب البلاستيك بتاعتي فين اجمعها على بعضها، هي اللي بتنفعني. لان خلطت في الكبة اكتر من كيلو وربع بصل النهاردة، هي اللي انقذتني يعني صراحة الكبة دي. جبت الجلاش بقى، هو حطيت حتة سمنة كده في الصينية، والجلاش بقى انا ما بعملش بالفرشة سمنة بين الورق وبعضه. انا بعمل الجلاش برصه زي ما انتم شايفين كده اهو، 5 6 ورقات 7 8 ورقات على حسب بقى ايه حجم الصينية معاك. وبتحط اللحمة بتاعتك وبتسوي الوش بتاع الصينية وكده، وبعد كده بتقطعي وبتسقي بقى السمنة في الآخر، وخلاص على كده. مكان ما فتحتي بالسكينة وقطعتي السمنة كلها بتنزل بقى مكان ما انت قطعتي كده بالسكين. معلقة سمنة بلدي على معلقة سمنة هولندي على معلقة زيت. فكيتهم بس عشان كانت النار السمنة كانت متجمدة، فكيتهم بس كده على النار. فكيتهم على النار وقمت ايه صباهم عليه. انا ياهو جاي اهو. كده بقى هو بنغطيها بنكملها كده ونظبط الوش بتاعها بس كده اهو. ما تبقاش تخينه ولا حاجه، حاول انك ما تخليهاش تخينه، يعني تبقى معقوله، لا هي تخينه ولا هي رقيقه. اللهم صل على النبي. هيبقى الف هنا للي يشوف حاجه وللي يدوق حاجه يا حبيب قلبي. ايوه تبروزها لتحت كده عشان ما تبقاش ايه شكلها ما هوش حلو، وما تبقاش تخين. بس كده بقى، وتمسكها بالسكينه تقطعيها وتبقى زي الفل اهي في ثواني. جميل. يعني بقول لكم يعتبر احنا فطرنا جلاش والله النهارده وعصير، لان ما قدرناش ناكل اي حاجه. هسقيها بقى الزيت بالسمنه بتاعتها وخلاص على كده. وبعد ان بتقطعها هو، يعني انا بقطعها اهوت وهسقيها السمنه، وما بتطلع من الفرن برضو بتقطعها بتاعي بتعيد عليها تاني. بس كده اهي زي الفل. سبتها بقى على الرخامه كده، غطيتها بحته ورقه زبده وكفيت صينيه عليها وسبتها الدنيا ساقعه، يعني مش هيجرى لها حاجه. هنا معايا الرز بقول لكم متنقي وجاهز. انا بعبي بالجردل الرز كده، بهزه وبنقيه وبعبيه جردل كبير من اللي هو 20 كيلو ده، بيبقى في المطبخ كده ايه نضيف يعني. فالرز بتاع المحشي انا مش بغسله، باخده على طول على الحله، وبحط بقى زي ما انتم شايفين كده البابريكا والكمون والسبع بهارات وشويه سكر والملح، وتظبطي بقى ايه الدنيا كده وياك. الطماطم هنا كانت جميله اهي، كانت حمرا وحلوه. الشبت طبعا مغسول ومصفى وزي الفل اهو. كده الدنيا زي الفل اهيت، والامور ماشيه تمام. يلا يا حبايبي، ربنا يعيننا ويعينكم ويعين الناس كلها يا رب. بقول لكم هنا البطه ماشيه مية مية.
مهدية عليها كده وسايباها مع نفسها. شوفوا بقى المواعين، ما اقولكوش على المواعين اهو. انا غسلتهم، ما رضيتش اغسلهم معاكم لان يعني كان هقعد لي ساعة كده على الحوض. طبعا جينا بقى هنا ايه ساعة التوليع على المحشي. كانت في الوقت دوت الساعة 5:45. ببص في التليفون لقيتها 5:15، قلت لا يا دوب بقى ايه نولع على الاكل بتاعنا. ونعمل كمان كيلو لبن عندي كده، قلت نعمله، لا انا عندي لبن يعني بس طلعت كيلو قلت اعمله مهلبية اهي. دي كده بالصلاة على النبي، وادي المواعين اتغسلت والدنيا راقت اقول لكم شوف الشوربة جميلة ازاي، الشوربة خضرة شوربة البط الابيض دي بتبقى احس ان هي عاطية على خضار كده. دول حتتين كوسة كده، فات شوية رز رحت معبياهم فيها. هنا الست اوكا عمالة اقول لها قولي للناس يحطوا لايك، مش راضية تبص. قولي للناس يا هبة يحطوا لايك، مش راضية. هتعمل لكم تحطوا لايك الوقت وهي ايه ظهرها كده وبرضه مش راضية تتلفت لحد. اهي حطوا لايك كده وهي مش لاقيه كيف تبص برضه. هنا حطيت الكيلو اللبن على النار وقلت ايه نعمل بقى الطبقين المهلبية. جبت شوية مية وحطيت عليهم، دول حوالي نص كيلو مية او نص رتل مية، حطيت عليهم 3 معالق ونص نشا. ورجعت حسيت ان هو خفيف، حطيت معلقة، حطيت نص معلقة، يعني دول خدوا حوالي قولي كيلو ونص لبن بالمية بكله، خدوا 4 معالق نشا. وخدوا نص كيلو سكر. دول حبة في العلبة كانوا يجوا كوباية، وحطيت يجي كوباية كانت في الكيس، نص كيلو بالظبط. هو مقدار نص كيلو سكر حطيته للكيلو ونص لبن على مية. وشوية فانيليا بسيطين كده حلوين ادوا ريحة جميلة وعبيناها بقى وزوقناها كده بالفول السوداني والزبيب. سلام يا جماعة على الفول السوداني كده لما تديله جرشة كده في الكبة أو في المصحنة بتاعة الخلاط لفة بس واحدة، وتحطيه كده على المهلبية، بس أهم حاجة يكون حامص، ما يكونش الفول السوداني طري. لو طري مش هيدي معاكي طعم خالص. تكوني محمصاه كده وتديله بس لفة صغيرة في المصحنة كده أو في الكبة، وترشيه بقى على المهلبية حاجة. ولا تقولي زبيب ولا تقولي لي عين جمل ولا تقولي لي حاجات من دي. اهو استنيت شويه كده 10 دقايق لما المهلبيه بس هدت. كيلو ونص لبن على ميه عملوا لنا بالصلاه على النبي 3 6 7، والطبق الكبير 8. انا مش كنت عايز اعمل حاجه حلوه والله النهارده، بس قلت يلا بقى ايه حاجه كده ايه جنب الاكل، واللي عاوز حاجه بألف هنا ياخدها. جميله اهي. كانت في الاكل بقى ما اقولكوش. معايا هنا هي حبة لبن كانوا في الإزازة، هم يا دوب يملوا كوباية كده أو طبسية زي اللي في إيدي دي الإزاز دي. ضربت فيهم بيضة وسنة فلفل أسود على سنة ملح أهو، بس كده. وتدخلها الفرن بقى 10 دقايق، جلاش عينك عليه لأنه زي البسكوت ما بياخدش نار. عارفين البسكوت بتاع زمان اللي كنا بنقعد نعمله في الفران دوت واحنا قاعدين نسهر عليه طول الليل. والله كانت أيام زمان جميلة. يلا أهو. شوفوا اقول لكم الجلاش رقيق ما هوش تخين، وارضيته من تحت ومن فوق كان في منتهى الجمال. واقول لكم يعتبر احنا ما فطرناش الا جلاش وعصير. وده الفطار بتاعنا يا حبايب قلبي، واشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوناش بقى باللايك والاشتراك بالله عليكم، ومع الف سلامه.